السلام عليكم ورحمة الله. بعد حمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، ثم أما بعد. أربعة ما تقول لهمش يرحمكم الله. إذا عطسوا ما تقول لهمش أو ما تقولش لهم يرحمكم الله. أولا اللي هو على غير ملة الإسلام، يعني إنسان نصراني يهودي على غير ملة الإسلام عطس وقال الحمد لله، هتقول له إيه؟ ما ينفعش تقول له يرحمكم الله، ولكن هتقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. ده واحد. اتنين، لو إنسان عطس أمامك ولم يقل الحمد لله، يعني إنسان عطس وما قالش الحمد لله، ففي هذه الحالة ما تقولهوش يرحمكم الله، رغم أنه لو عطس من حقه شرعا بأنك تشمته وتقول له يرحمكم الله، ولكن إذا عطس ولم يحمد الله لا تقول له يرحمكم الله. ثلاثة، إذا إنسان عطس أكثر من 3 مرات، يعني إنسان عطس وقال الحمد لله تقول له يرحمكم الله، في تاني مرة عطس وقال الحمد لله هتقول له يرحمكم الله، تالت مرة عطس وقال الحمد لله هتقول له يرحمكم الله. طب في الرابعة، يعني إنسان عنده برد ولا حاجة، في الرابعة عطس وقال الحمد لله، هنا لا تقول له يرحمكم الله، ولكن تقول له شفاك الله وعافاك. الرابعة والأخيرة، إنسان عطس في أثناء خطبة الجمعة، يعني والإمام يخطب في خطبة الجمعة وإنسان جالس معك وهذا الإنسان عطس وقال الحمد لله، هنا لا تقول له يرحمكم الله، لأن من لغى سواء باللسان أو بغير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لغى فلا جمعة له، هنا يسقط حقه لأنه مأمور شرعا بالاستماع إلى خطبة الجمعة. هؤلاء الأربع التي ذكرتهم لا يجوز لك أو ليس لهم الحق بأنك تقول لهم يرحمكم الله. وفي النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.